السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى بسكوت العيد بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل سنة وانتم طيبين. هنعمله هش وجميل جدا جنب كوباية شاي او كوباية قهوة زي ما انت عايزة، يتقدم لضيوفك وتفتخري بيه. عايزة اقول لكم بصوا، هش مش مكتوب، طعمه جميل جدا بيدوب كده في كوباية الشاي. عايزة اقول لكم بقى، يلا بقى نبدأ بالمقادير. هنا كيلو من الدقيق ننخله كويس جدا وذرة ملح، 250 جرام من السكر، هنا 500 جرام من الزبدة درجة حرارة المطبخ، هنا 4 بيضات وواحد بياض بيض، 2 معلقة من اللبن البودرة. هجيب بولة بقى واحط فيها الزبدة. هنضرب الزبدة مع السكر كويس جدا. اهم حاجة في النواعم كلها اللي انت تضربي السكر مع الزبدة كويس جدا وتنخلي السكر. السكر ما تجيبهوش من بره عشان خاطر بيبقى فيه نسبة نشا فينشف معاكي البسكوتة او النواعم. فدي نصيحة كويسة جدا ان انتي ما تجيبيش السكر البودرة من بره، تضربيه في الكبة بتاعتك وبعدين تنخليه. هحط بيضة بيضة بقى، هما حوالي 4 بيضات زائد بياض بيض عشان القرمشة، بدرجة حرارة المطبخ. اهم حاجة كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ عشان ما يخرجش منك البيض. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ضربته كويس جدا، ضربيه لمدة 10 دقايق. حطيت بقى البيضتين مرة واحدة. اهم حاجة بس متحطيش البيض كله مرة واحدة عشان خاطر ايه القوام. خلاص كده انا خلصت. هجيب بقى الدقيق وهنزل بيه. لازم تنخلي الدقيق كويس جدا وذرة بسيطة من الملح. عجن لا، هنقلب بس مجرد يختفي الايه الدقيق. هتلاقي احلى بسكوتة جميلة جدا. اهم حاجة ما تقلبيش خالص. خلاص كده بصوا قوامها جميل جدا. عشان خاطر ايه، لو انت عايزة تعمليها بالمكنة هتحطي معلقتين او 3 معالق من الدقيق وتقلبيهم. جبت كوباية بقى عشان تسهلي اللي انا احط العجينة بتاعتي. ده انا جبت قمع البسكوت يبقى مشرشر كده. حطيت بقى قطعة كده، ما تحطيش كله عشان خاطر ما ايه ما تعجنيش العجينة في قلب الكيس الحلواني. هجيب بقى صاج وبعدين اشكل بالراحة خالص. بصي همسك بالطريقة دي واشكل بالراحة خالص. مجرد بس تضغطي، ما تقعديش تعجني في العجينة قوي. بصوا ما شاء الله العجينة مظبوطة جدا، المقادير مظبوطة، عشان كده بيمشي معاكي في الكيس الحلواني. بالمكنة هتحطي 3 كوبايات، هتحطي 3 معالق من الدقيق وتقلبيهم وبعدين تشتغلي في المكنة زي ما انت عايزة. بصوا ما شاء الله بينزل بالكيس. عايزة اقول لكم الكيس ما شاء الله سهل وبسيط جدا. او بالطريقة دي كأنك بتعملي كريم جانتيه. بصوا تشكيله سهل جدا. اهم حاجة تظبطي العجينة عشان لو زودتي الدقيق هتبصي تلاقي منزلش من كيس الحلويات. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خلصت الصاجات. بالنسبة للتسوية بقى، هخلص الصاجات. هدخل صاج على درجة حرارة 200 وبعدين هطلعه بعد 5 دقايق كل صاج كده. وبعدين اهو بصوا حطيتها على درجة حرارة 200 بتقعد 5 دقايق بالظبط. هنطلعه بصي ما يبقى ابيض كده عشان يبقى التسوية مظبوطة. هجمعهم كلهم في صاج واحد زي كده وبعدين هدخلهم على درجة حرارة 120 وعشان تتحمص البسكوتة وتبقى كلها شكل واحد. بصوا ما شاء الله كلها، ما فيش واحدة حمراء واحدة خضراء واحدة اللي هم يعني اللي بيحصل ده. فعايزة اقول لكم شكلها جميل جدا. اهم حاجة التسوية اللي انت تسويها على درجة حرارة 200 كل الصواني بتاعتك وبعدين تجمعيهم كلهم في صاج وبعدين تدخليهم الفرن على درجة حرارة 120 عشان تتحمص معاكي البسكوتة ما تبقاش طرية وتبقى جميلة جدا. بصوا هشة وجميلة جدا. عايزة اقول لكم طعمه بيدوب كده والله بجد تحفة. ما شاء الله عملنا كمية جميلة جدا. بتتحبس بقى في علبة بلاستيك كده، وفي العيد ما شاء الله تطلعي منها بقى لضيوفك هيشكروا فيها. وعايزاكم بقى دعوة منكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا ما شاء الله احنا بقى انا قدمت بقى البسكوت كده
شكله جميل جدا. انت بقى ما شاء الله تحطي طبق كده وتحطي شويه بسكوت، شويه بدفور، شويه كحك، شويه غريبه، شويه ان شاء الله باذن الله هعمل لكم الغريبه وعرفت، وهعمل لكم بسكوت القهوه. ادعوا لي بس ربنا يوفقني. عايزه اقول لكم بقى ايه، طعمه جميل جدا وشكله بيتكلم عن نفسه، كله زي بعضه. عشان التسوية اهم حاجة، اللي انت تحطيهم كلهم في صاج واحد وتدخليه بقى على نار هادية، اللي هو ايه، يتحمص براحته بقى ويبقى ايه طعمه جميل. هقسم لكم بقى بسكوتايه كده، بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لكم هش وجميل جدا وطعمه بيدوب كده جنب كوبايه شاي كده الصبح كده في العيد. كل سنه وانتم طيبين. وباذن الله هعمل لكم بسكوت القهوه، يا رب بس الحق ان انا اعمل بسكوت القهوه. اعمله لكم طبعا بمربى الحليب، هيبقى جميل جدا. تقديم الشوكولاتات. كل سنه وانتم طيبين بقى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.